السلام عليكم. مسلة هليوبلس واحدة من تاريخ عظيم ولسه ليها حكايات كتير. قبل أي حاجة متنساش تصلي على النبي ويلا نبدأ. مسلة هليوبلس أو اسمها الحقيقي مسلة الملك سنوسرت الأول. والملك سنوسرت الأول ده ملك من إحدى ملوك الأسرة ال12، وحكم مصر زمان قوي حوالي 1940 قبل الميلاد. والمميز في المسلة دي إن هي لسه واقفة لحد دلوقتي في مكانها الأصلي اللي اتبنت فيه من آلاف السنين، وموجودة في منطقة المطرية بحي عين شمس بالقاهرة حاليا، وكانت زمان اسمها أون عند المصريين القدماء، واليونانيين غيروا اسمها إلى هليوبلس ومعناه مدينة الشمس. ملك سنوسرت الأول بناها بمناسبة عيد ست، اليوبيل الملكي بتاعه، وده كان احتفال كبير بيعمله أي ملك كل 30 سنة لتجديد حكمه وقوته. منحوتة من حجر الجرانيت الأحمر الصلب، طولها حوالي 20 متر فاصل 7، يعني 69 قدم، ووزنها حوالي 120 طن، وزنها تقيل جدا، وعليها نقوش هيروغليفية بتسجل ألقاب الملك وتاريخه ومناسبة بنائها. وتعتبر المسلة دي هي أقدم مسلة واقفة في مكانها الأصلي حتى الآن. وزمان مدينة أتون كانت مليانة بالمسلات، ولكن الرومان وغيرهم استولوا عليها وأخدوها لبلاد تانية زي روما، باريس، لندن، نيويورك، لكن المسلة دي فضلت صامدة في مكانها. المسلة دي كان بيرمز لها بإله الشمس رع، وكانت بتحط أمام المتاحف للترحيب بأشعة الشمس. المسلة دلوقتي مكانها هو متحف مفتوح، ممكن تروح تزوره وتشوف حضارة مصر القديمة وعظمتها. وبس كده، متنساش تصلي على النبي.